من بعد المشاركة الأولى ديال الوداد في 2017 بالإمارات، الوداد غتشارك للمرة الثانية في تاريخها في بطولة كأس العالم للأندية سنة 2023 اللي غيستقبلها المغرب. الوداد مشاركة بصفتها بطل إفريقيا بعد ما توجات بعصبة أبطال إفريقيا السنة الماضية. زيادة حمدي فتحي تسويق. شنو هذا؟ شنو هذا؟ الجمهور ديال الوداد كيتسنى بفارغ الصبر انطلاق البطولة، وبالأخص المباراة ديال الفريق ديالو في ربع النهائي أمام الهلال السعودي بطل القارة الآسيوية لسنة 2022. الماتش اللي غادي يتلعب يوم السبت في مركب مولاي عبد الله بالرباط. ولكن واش في نظركم غير الجمهور ديال الوداد اللي معني بهذا الشيء وبوحدو اللي غادي يتمنى فرقته تربح؟ حيت حنا عارفين باللي ماشي كاع العلاقات بين جماهير الفرق المغربية مزيانة. في بعض الأحيان نقدروا نقولوا بلي جماهير بعض الفرق عندها شبه عداوة مع فريق آخر ولا مع الجماهير ديالو. في هذا الفيديو غادي نهضر لك على بعض الأسباب اللي تخليك تشجع الوداد كيف ما كان الانتماء ديالك، وتتمنى لهم الفوز وأنهم يمشوا بعيد في هذه البطولة. من حقك كأي مشجع مغربي تشجع فرقتك، ومن حقك تكون أناني وتسنى الخسارة ديال المنافسين اللي كينافسوها على الدوري، حيت بطبيعة الحال انت غادي تبغي فرقتك هي اللي تاخذ البطولة، وكاين غير فريق واحد اللي غادي يحققها، فما يمكنش ليك تشجع فريق كينافسك وباغي ياخذ منك اللقب. ولكن المسابقات الخارجية عندها طابع خاص، حيت الفريق اللي كيكون مشارك في هذيك الساعة ما كيكونش كيلعب لراسو فقط، بل كيكون كيمثل راسو وبلادو. وهذا الشيء كيفكرنا في 2013 ملي خرجوا المغاربه في كاع المدن كيحتفلوا بانجاز الرجاء، فريق الرجاء البيضاوي اللي وصل لنهائي كاس العالم للانديه ولعب ضد البايرن ميونخ كاول فريق عربي حقق هذا الانجاز انذاك. من بعدها جات العين الاماراتي في 2018 وحققت نفس الانجاز، وصلت للنهائي ضد ريال مدريد. القاسم المشترك بين الانجاز ديال الرجاء والعين هو انهم بجوجهم لعبوا في بلادهم، وكنتمناو ان هذا الشيء يكون فاعل خير على الوداد بما أنها غتلعب هنا في المغرب. إلى الوداد فعلا وصلت للنهائي، فراه الكرة المغربية غيتزادها رقم قياسي آخر، وغيولي المغرب هو البلد العربي الوحيد اللي جوج ديال الأندية ديالو قدروا يوصلوا للنهائي كأس العالم للأندية، بل حتى إفريقيا حتى بلد ما غادي يكون سبقنا لهذا الإنجاز. الفريق الوحيد اللي كان وصل للنهائي في هذه البطولة هو تيبي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية سنة 2010. إذا هذا الشيء غادي يزيد يلمع الصورة ديال الكرة المغربية على المستوى القاري والعربي وحتى العالمي، بالإضافة إلى أن هذا الشيء كامل غادي يجي من بعد المشوار التاريخي اللي داروا المنتخب ديالنا في كأس العالم بقطر، والأداء الرائع والمستوى اللي ظهروا به اللاعبين اللي تكونوا محليا في الفرق والأكاديميات المغربية. فأكيد هذا الشيء لفت الانتباه ديال النوادي العالمية وتزاد الاهتمام ديالها باللاعبين المغاربة، وهذه هي الفرصة باش نكملوا داكشي اللي بدا المنتخب ونثبتوا للعالم بأننا حاضرين ونقدروا ننافسوا أي فريق بدون أي مركب نقص. وهكذا غادي يزيد يضيع الصيت ديال الكرة المغربية عالميا، وغيرجع علينا هادشي بالنفع الكبير، خصوصا وأننا مهتمين بتنظيم بطولات قارية بل حتى كأس العالم، وهادشي غادي يعاوننا بزاف باش نكسبوا أصوات في الملفات ديال الترشح ديالنا. كخلاصة انت كمغربي مشجع لأي فريق كون متأكد بلي إلا استافدت الكرة المغربية أيا كان الممثل ديالها فراه غادي يستافد حتى الفريق ديالك. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك للفيديو باش يطلع للناس آخرين، خلي الرأي ديالك في التعليق، وما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس.